لكن بعد أن أسوق إليك أمرا آخر مما تعلمته في أولى سني دراسة الطبية وكنت به مبهورا حتى أحق الله الحق وأظهر الله رب العالمين الأمر في أولى سنوات الدراسة الطبية. تعلموا أن الخواجة إيثان باتلوف الروسي قد وضع يده على أمر جوهري كان سببا لثورة كبيرة في علم وظائف الأعضاء وبعد في علم النفس وفي علم الطب النفسي أو في فرعه فعند علماء التربية، وهو ما يسمى بالإجراء الشرطي أو الاستجابات الشرطية. فمثال ذلك وما كنا نعلمه ونتحفظه ونتتبعه، وأن هذا الخواجة كان قد أتى بكلب فشق بالمشرط في خد الكلب شقا فوق غدته اللعابية، ثم جعل مقياسا هنالك يقيس سيلان اللعاب كثرة وقلة، ثم جعل الكلب في مكان بعينه وأتى بمثير ظاهر من ضوء يظهر في وقت بعينه، فلم يستجب الكلب بلعابه لشيء من ذلك، يأتي الضوء ويروح واللعاب على حاله. ثم جاء الرجل بعد ذلك بقطعة من اللحم أو بمسحوقة يقدم بعد ظهور الضوء بثانية أو تزيد قليلا، وكرر ذلك مرة ومرة، وارتبط في مخيلة الكلب الضوء بالطعام بلذته، ثم حجب الطعام بعده وجيء بالضوء الذي جيء به أول مرة فلم يثر في لعاب الكلب حبذا ولم يجد فيه خطرة، جيء بالضوء من غير أن يقدم الطعام، فكانت الاستجابة هي في عينها التي تأتي من لعاب الكلب عند تقديم الطعام له. وإذا فقد ارتبط الضوء في مخيلة الكلب بما يقدم إليه من اللحم، فلما أن كان الأمر مستويا في مخيلته على هذا الحد كان الضوء وحده مثيرا كافيا لزيادة سيلان اللعاب من غدته اللعابية. انظر إلى ما قال ابن سينا قبل 1000 عام من مولد جد إيثان باتلوف الروسي. يقول أبو علي في تحليل السلوك: إذا كان تناول الطعام مقترنا باللذة والضرب بالعصا مقترنا بالألم، فإن الحيوان والإنسان يحتفظان في ذاكرتهما في ذاكرتهما بصورة الطعام مقترنة باللذة وبصورة العصا مقترنة بالألم، فتصبح رؤية الطعام فيما بعد مثيرة للشعور باللذة ورؤية العصا مثيرة للشعور بالألم. لم يكن ينقص أبا علي إلا أن يأتي بكلب، وما أكثر الكلاب، ما أكثر الكلاب في الدنيا، وأن يأتي بقطعة من اللحم وكان لديه متوفرا، لا أكثر من هذا ولا أقل منه. وهذا كلامه قبل 1000 عام من فعل ذلك الروسي ما فعله، وهو ما عد ثورة بعد ذلك في مجال العلاج بالطب النفسي، لأن المدرسة التحليلية القديمة كانت تفترض أن الخلل النفسي الذي يصيب الإنسان هو من جراء عقدة من العقد التي ترتبت في لاوعيه في سن حياته الأولى،
ولا عصابة في الكبر إلا بعصاب في الصغر، هذا كلامه من أصحاب المدرسة، مدرسة التحليل النفسي. ثم يبحثون بعد ذلك عن تلك العقدة من أجل وضع يد المريض عليها، ثم محاولة علاجها بصورة أو بأخرى. هذه المدرسة مدرسة التحليل النفسي كان مبدأها قائما على هذا الذي ذكرت من تلك العقد المركبات في لا وعي الإنسان. وأما المدرسة الحديثة فهي المدرسة السلوكية المعرفية، مدرسة السلوك المعرفي، وهي تفترض أن الإنسان الذي يعاني من خلل نفسي هو بالضرورة قد يصدر في حياته وفي سلوكه عن أمور ثابتات وعن أصول راسخات في نفسه تسمى عندهم بالضلالات، لأنها في الحقيقة ليست بأصول صحيحة ولا بدعائم راسخات، وإنما هي محض ضلالات. فيبحثون عن هذه الضلالات ثم يحاولون أن يستلوا تلك الأمور الراسخة في أذهان المرضى بتلك الأمراض النفسية، ثم يجعل مكان هذه الضلالات أصول معرفية صحيحة سوية، وعندئذ يتم العلاج السلوكي المعرفي على أكمل وجه، وهي المدرسة التي تحظى بحسن السير والسلوك بين الأطباء النفسيين في العالم اليوم، مدرسة السلوك المعرفي بالتغيير المعرفي لوعي الإنسان وفكره وتبديل ما عنده من الضلالات ونحوه، ثم زرع ما هو صالح وما هو صحيح في وعيه ولا وعيه معه. هذه المدرسة تقوم على ذلك الإجراء الشرطي، هذه المدرسة تقوم على النتائج التي توصل إليها الروسي إيفان بافلوف قبل 1000 عام مما قرره ابن سينا في حضارة الإسلام الزاهرة، ولم يكن ينقص المسلمين عباد الله إلا شيء من التجريب. وقديما أخبرناكم أيها الأحبة أن القنبلة الذرية قد توصل إليها العلماء الإيطاليون صنعا وتصميما بعدما فكروا في الأمر على وجهه تعلما وتعليما، ثم صمموا ما صمموا وعرضوا ذلك على ألبرت أينشتاين لأنه كان وجيها عند الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، فرفع الأمر بالتصفية إلى الإدارة، وعندئذ اعتمدت الأموال. وأما التجارب الأولى للقنبلة الذرية فكانت في ساحات الجامعات بجوار معامل كليات العلوم في أمريكا، بعد أن هاجر العلماء الإيطاليون إليها. وتم هذا الأمر في خلال سنوات الحرب العظمى الثانية أو هكذا تسمى. ولما كان الأمر كذلك ونظر في إمكانياتهم في ذلك الوقت، جزمنا عباد الله بعد الفحص والدرس أن إمكانيات أي كلية من كليات العلوم في مصرنا المحروسة على ما فيها من التقصير والقصور، أي في تلك الكليات إمكانيات معاملها أكبر وأعتى وأرسخ وأعظم مما كان في ذلك الوقت في خلال الحرب العالمية الثانية في كليات العلوم التي تمت فيها التجارب الأولى من أجل صنع القنبلة الذرية. ولكن علماء وجهال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن الأصل أن يخرج الطلاب متظاهرين لا على المعامل وفيها منتبهين من أجل تغيير وجه الأمة الكالح، ومن أجل تغيير مسيرة الأمة فيما تسير فيه من وهدة منخفضة بمنحدر لا نهاية له، من تمثيل لأعداء الله رب العالمين وتضييع لمقدرات الأمة. ومن عجب
أنك تجدنا إلى يوم الناس هذا لم نتفق بعد على صيغة حتى في ديننا الإسلامي العظيم. فأي هزل هذا وأي عبث، لم نتفق بعد على صيغة. في المضيق نحن في عنق الزجاجة، نحن في عنق الزجاجة لا إلى خارجها بل إلى داخلها، يعني سنخرج من محبس إلى محبس أوسع قليلا. لكن نحن جميعا مقرون بأننا في مأزق وأننا في مضيق. فكيف الخروج إذا من هذا المأزق ومن هذا المضيق؟ الكل يعترف بأنه لا خروج من هذا المأزق إلا بالرجوع إلى الله. كيف؟ ها هنا تتبدد الأوهام في بيداء الظنون، ها هنا يأتي كل منظر بما يأتي به من نظريات هزلية عبثية. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم لكي تخرجوا